واحفظي بقى الفيديو ده عندك لرمضان، سهلة جدا وبسيطة وبيضة واحدة بس وهتعمليها وبدون تخمير كمان. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. أول حاجة هتجيبي بيضة تنزلي بيها في البولة بتاعتك، تنزلي عليها برشة من الفانيليا، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من السكر، وكمان هنزل عليها بمعلقة من السمنة، ويفضل تبقى بدرجة حرارة المطبخ أو فكها شوية كده علشان تتقلب معاكي بسهولة. وهنزل عليهم ب3 معالق كبار مية ومعلقة كبيرة من الخل. هقلب كل المكونات بتاعتي دي حلوة قوي كده مع بعض، وفي المرحلة دي بكون مجهزة معايا كمان معلقة كبيرة من النشا. هنزل كمان عندي كوباية من الدقيق، بس بنزل بيها بالتدريج مش بنزل بيها مرة واحدة. اخدت الكمية كلها معايا كوباية الا معلقة كبيرة من الدقيق. وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. هقلب كل المكونات دي بتتعجن معايا بمنتهى السهولة. زي ما قلتلك ننزل الدقيق بالتدريج، يا دوب انا بلم العجين ما بعجنهاش كتير. اول ما لمت معايا بالشكل ده بغلفها بكيس تلاجة بالطريقة دي كده واسيبها 10 دقايق ربع ساعة تريح بس علشان اعرف افردها معاكم. بعد كده خدها بقى على الرخامة بتاعتي على رشة دقيق من تحت ومن فوق، وهبدأ افردها معايا وهوريك السمك اللي انا عاوزاه بالظبط. ولو وصلتي بقى لغاية هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. واحفظي الفيديو ده عندك، حلوة قوي لرمضان وسهلة وبسيطة، وهتعمليها في 10 دقايق بالظبط. بعد كده هبدأ ان انا، شايفين السمك يعني اقل من نص سنتي. وبعد كده عندي قطاعة، اي قطاعة بقى واي شكل انت بتحبيه. عايزة شكل الوردة عندك القطاعات بقى اللي بتبقى قلوب وورد وحاجات من دي، دلعي بقى الدنيا مفيش اي مشكلة خالص. حابة تقطعيها مكعبات حتى كده بالسكينة مربعات، مفيش اي مشكلة خالص. بلم العجينة اللي طلعت تاني وابدأ افردها واقطعها لغاية لما اخلص العجينة والكمية اللي معايا كلها. في زيت سخن هبدأ انزل بيها على طول في الزيت، وبالمعلقه كده باخد من الزيت واحط على الوش عشان تقب معايا وتبقى عامله زي العوامات او زي الزلابيه كده. بتبقى تحفه تحفه. يعني شايفين، خلي بالك من بعض الخطوات البسيطه بتفرق جدا في شكل الحاجه وفي النهايه او في الفينش النهائي للحاجه، او في تظبيط الشغل في الاخر يعني. معلقه كده، باخد معلقه وزيت وبحط على الوش على طول كده. وصفتنا النهارده بقى حابه اسميها بغيشه، يا سلام. حابه اسميها زلابيه بسيطه كده خفيفه، برضو حلوه قوي. يعني هي ليها اسامي كتيره، معرفش انت عندكم بتسموها ايه. بعد كده باخدها على شربات بارد، مقادير الشربات البارد هسيبها لكم في الكومنتات تحت. سهله وبسيطه وعملناه كتير قوي مع بعض. برفعها من الشربات، بصفيها من الشربات حلوه قوي، واقدمها بألف هنا. حابه تزوقيها باي رشه كده على الوش مفيش اي مشكله. شايفين من جوه فاضيه ومفرغه ازاي؟ جربوها تجنن.